مواضيع راديو. هنا نعيد إحياء أجمل ذكريات الزمان الجميل وأشهر مسلسلات الإذاعة التي عشنا معها. ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. الاعتداء الذي أودى بحياة الرئيس المصري فقد ارتفع سعر الذهب والدولار في جميع البورصات. قدمنا لكم وفاة الرئيس محمد أنور السادات من صدمة بالغة العمق اهتزت لها عواصم العالم. نفسه عكست الصحف قرار إغلاق دور السينما والمسارح في مصر لمدة 3 أيام، وذلك حدادا على وفاة الرئيس السادات. كما أشارت الصحف إلى قرار تأجيل جميع مباريات كرة القدم وبطولة أندية القسم الأول والثاني والثالث غير مسمى. وركزت مقالات وابتدائيات صحف القاهرة على ذكر الرئيس محمد أنور السادات. وقال الأستاذ أنيس منصور في ردائه بصحيفة الأخبار: